السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هتكلم على إجراء إنك تقدم على شهادة المعادلة هنا في ألمانيا. تمام. في ناس كتير تواصلت معايا على الخاص بتسألني إزاي أقدم لوحدي على مكتب المعادلة عشان خاطر تحصل على شهادة المعادلة وتبدأ تكمل بقية الخطوات إنك تسافر إن شاء الله وتيجي هنا ألمانيا. طيب، اول حاجه عايزين نعرف سريعا كده الاوراق اللي بتبقى مطلوبه منك اصلا تقدمها لمكتب المعادله. تمام. الحاجات دي المفروض ان انت هتحضرها. تمام. وكده كده انت ما بتتواصل مع مكتب المعادله هو بيعرفك الورق اللي محتاجه بالظبط. ولكن الثوابت اللي معانا شهاده التخرج بتاعتك. تمام. سواء انت بقى مثلا كنت معهد وكملت كليه فانت هتحتاج شهاده التخرج بتاعه المعهد وشهاده التخرج بتاعه الكليه. تمام. طيب، بيان عدد ساعات دراسه عملي ونظري. برضو نفس الكلام، لو انت درست معهد ودرست كملت كلية يبقى هتطلع عدد ساعات دراسة بتاع العملي والنظري بتاع المعهد، سنتين المعهد، وتكمل الايه الاربع سنين او الخمس سنين بتوع الكلية. تمام. ترخيص مزاولة مهنة موجه لألمانيا. شهادة خبرة، ولازم تذكر فيها الأماكن اللي انت اشتغلت فيها. يعني اشتغلت في قسم الطوارئ، اشتغلت في الرعاية، اشتغلت في الأدوار، وهكذا. فلازم تذكر كده تفصيلي انت ايه الأماكن اللي اشتغلت فيها. طبعا لما بيكون اشتغلت في رعاية مركزة بيكون فرصتك ايه أفضل يعني، ولكن اكتب الأقسام اللي انت اشتغلت بيها بالفعل. تمام. بعد كده شهادة الميلاد بتاعتك طبعا تكون حديثة. شهادة الامتياز، دي بعض مكاتب المعادلة ممكن تطلبها، مش كل مكاتب المعادلة. تمام. السيرة الذاتية دي حاجة أساسية. صورة طبق الأصل من الباسبور، ودي بتتختم من مكان اسمه التي ال اس، هو معتمد من السفارة الألمانية. تمام. هو الوكيل المعتمد بتاع السفارة الألمانية. تمام. بتروح وتاخد ميعاد، تحجز ميعاد وتوثق منه الباسبور. بس دي برضو بعض مكاتب المعادلة بتطلبها، مش كل مكاتب المعادلة. فأنت كده كده هتتواصل مع مكتب المعادلة وهو هيقول لك انا محتاج واحد اتنين تلاتة، فانت هتبدأ ان انت تجهز الورق ده. تمام. طيب، عايزين بعد كده الايميل. طبعا هوريكم دلوقتي، هنخش على الموقع مع بعض ونشوف ازاي ان انت تخش على الموقع بتاع الانركينونج ان دويتشلاند وتبدأ ان انت تجيب الايميلات بتاعت مكاتب المعادلة على حسب المنطقة اللي انت او المدينة اللي انت عايز تقدم فيها. تمام كده. ولكن عايزين نبقى عارفين محتوى الايميل اللي انت هتخاطب بيه. اول ايميل هتخاطب بيه مكتب المعادلة. اول حاجه طبعا هتعمل زيش فورشتيلن. تمام. هتعمل ان انت تقدم نفسك. طبعا هتتكلم عن اسمك، انت عمرك، انت جاي منين. بعد كده هتخش بقى مثلا على الاشبراخه بتاعتك. مثلا هتقول اللي هي الموتاجبراخله، ان انت مش موتاجبراخله، انت متحدث اصلي باللغه العربيه. ممكن تقول بقى ان انت حاليا بتدرس مثلا الماني. مثلا وليكن انا خلصت البي اينس هبدا البيت سيفاي، انا مخلص بيت سيفاي مثلا، حاجز الامتحان وهكذا. اللي احنا بنتكلم عن الدوتش كنتنسا دي ممكن نذكرها في الاول وفي الاخر، مش هتفرق. هتتكلم عن الاستوديوم بتاعتك، ان انت بقى مثلا اتسفايرج دبلوم فور فليجا فيسنشافتن، انت مثلا خلصت سنتين دبلوم المعهد الفني الصحيه زي ما عندنا في مصر يعني. او ان انت مخلص بكالور، اللي هو البكالوريوس يعني. تمام. اللي هو طبعا بتكتب بكالور وخلاص، ما بتحددش السنوات. تمام. الناس طبعا اللي هي درست مدرسة في معهد بتقول درايجة في ليجاشولا، وبعد كده بتقول تسفايرج دبلوم في ليجافيسنشافت. تمام. طيب، خلاص ذكرت الاستوديوم بتاعتي. بتبدأ تخش على الإرفاغونج، بتقول له بقى إن أنا مثلا اشتغلت أو شغال في الإنتنسيف شتاتسيون، شغال في نورمال شتاتسيون. انتنسيف اللي هي الرعاية، نورمال شتاتسيون اللي هي الأدوار الداخلية. تمام. أو إيش أبايت أوف نوتفال شتاتسيون اللي هي الطوارئ أو الاستقبال. تمام. وهكذا. بعد كده هتبدأ إن أنت عايز تقول له إن أنا عايز أسأل دلوقتي، حابب أعرف الوقت بتاع الإجراءات المعادلة عندكم مثلا، وإيه الورق اللي أنتوا بتحتاجوه، وكمان إجراء المعادلة عندكم بيكلف قد إيه. تمام. تقدر ده حاطط لك هنا إمكانيتين إن أنت تسأل سؤال بطريقة مباشرة اللي هو إيش مش wissen. أنا حابب أعرف wie lange das Anerkennungsverfahren dauert. هو يعني بيقعد قد إيه أو بيمتد يعني المدة بتاعته. welche Unterlagen Sie benötigen، اللي هي الأوراق اللي حضرتك بتحتاجوها. تمام. und was das Anerkennungsverfahren bei Ihnen kostet، اللي هو بيكلف قد إيه عندكم اللي هو إجراء شهادة المعادلة. تمام. أو ممكن تقولها بطريقة تانية ich habe ein paar Fragen an Sie. أنا عندي
اللي هو سؤالين او بعض الاسئله يعني ليكوا يعني. und zwar بالتحديد، وبتبدا ان انت تقول الاسئله wie lange dauert das Anerkennungsverfahren وتقوم مكمل للاخر. في آخر الخطاب أو في آخر الإيميل: Ich bedanke mich bei Ihnen، أنا بشكركم und freue mich auf Ihre Rückmeldung، يعني أنا هبقى مبسوط اللي هو الرد بتاعكم يعني. تمام، ردهم على الإيميل بتاعك. mit freundlichen Grüßen، وتبدأ إن أنت dein Name zu zweit تكتب اسمك ثنائي، اللي هو فورنامة ونخنامة زي الباسبور بتاعك، أو الاسم واللقب زي الباسبور. تمام كده. ده يعتبر ملخص الإيميل اللي تقدر تتواصل بيه مع الايه مكاتب المعادله. تمام، وطبعا بتستنى الرد بتاعهم، ومفروض لما يجي لك رد تبدا ان انت مفروض تفهمه وتشوفهم بيردوا عليك بيقول لك ايه بالظبط، او بيخبروك بالورق اللي هم محتاجينه، وتبدا تجهزه وبتبعته. ممكن يقول لك ابعتوا لي مثلا الاول على صيغه PDF، او ممكن يقول لك على طول ابعت على العنوان بتاعنا الايه الورق اللي هو هيقوله لك في الايميل. تمام. طيب احنا كده خلصنا اول خطوه، ان احنا عرفنا ايه الورق اللي مطلوب مكتب المعادله، الايميل اللي انا اتواصل بيه، اول ايميل هتواصل بيه مع مكتب المعادله. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف مع بعض ازاي بقى اجيب ايميلات مكتب المعادله. تعالوا نشوف ده مع بعض. ثانيه. طيب احنا هن... هنفتح عادي المتصفح بتاعنا. تمام. ادي جوجل. تمام، في البحث بتاع جوجل عادي هتكتب انركينونج كينونج ان دويتشلاند، اهي ظهرت عندي في البحث. تمام. هبدأ، خلي بالك ان اول واحدة ده مكتوب اعلان اهوت، هتخش على الموقع نفسه. اناركان دي الصفحة اللي هتظهر لك أول لما تخش. تمام كده. فيها فخكرفتة، دي اللي احنا هنختاره. يعني عندك كذا اختيار، احنا فخكرفتة. تمام، هندوس عليها. دخلني هنا، بيقول لي wählen Sie Ihren Beruf aus der A bis Z Liste aus. فأنا هنا هختار اللي هو Gesundheits- und Krankenpflege. لوس جيتس. تمام. بعد كده هنا بيقول بيأكد عليا بس، ادي البروف Gesundheits- und Krankenpflege. بعد كده هكتك فايتا اللي هو كمل يعني. بعد كده تقريبا هيسألني بعض الأسئلة. كومن زي أو زي اي او، انت جاي من الاتحاد الأوروبي أو إيسلاند أو كذا أو كذا. طبعا احنا مش ولا في بلد من دي. تمام، 9. بعد كده كومن زي أو استراليان، إسرائيل، يابان، كندا. احنا في ولا واحدة من دول برضو، هنعمل 9. wohnen Sie schon in Deutschland؟ احنا طبعا مش عايشين. انت بالنسبه لك انت وانت بتقدم من مصر، فانت مش عايش في ايه في المانيا، فبتتك 9. بعد كده هيجيب لك بعض الاسئله. haben Sie Ihren Beruf im Ausland gelernt und an einer Hochschule oder an einer Universität studiert؟ طبعا ايوه، اللي هو انت درست المهنه بتاعتك دي او اتعلمتها عندك في الاوسلاند، اللي هو خارج المانيا يعني، في سواء في معهد او جامعه. فبتقول له يا haben Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen؟ انت خلصت اللي هو الدراسة بتاعتك، سواء كانت Ausbildung او Studium في البلد بتاعتك. ايوه. haben Sie einen staatlichen Abschluss oder einen staatlichen anerkannten Abschluss erworben؟ انت معاك اللي هو شهادة او شهادة حكومية يعني بالنتيجة بتاعتك؟ طبعا معاك. هتك فايتا ان انا هكمل. تمام. was möchten Sie in Deutschland arbeiten؟ wo، يعني فين انت عايز تشتغل فين في ألمانيا. طبعا تقدر انت لو ليك اصحاب في ألمانيا، او انت في مكان معين سمعت ان هو كويس، مدينة كويسة فعايز تقدم فيها، تقدر تكتب اسمها بكل بساطة هنا. انا وليكن انا عايش في منشن، فانا هكتب لك مثلا منشن، هي ظهرت قدامي اهيت، فهتك على منشن. تمام. خلي بالك ان هو مثلا هي اول اختيار بالنسبه لي اللي انتم شايفين منشن ان بايرن دي اللي هو اسم الولايه نفسها. تمام. فانا هختار منشن ان باير. طبعا هي ليها كذا، عندي كذا حكومه في الولايه نفسها، فانا هختار اول واحده اللي هي منشن ان باير. بعد كده هنا جايب لي سؤالين، بيقول لي ich möchte eine persönliche Beratung und Hilfe beim Antrag. انت محتاج مساعدة في مساعدة استشارة ان انت تقدم تعمل الطلب وكده. فانا هنعمل ich brauche keine weitere Hilfe، انا مش محتاج ايه مساعدة. وهتك فايتا اللي هو كمل. بعد كده بيقول noch eine Frage: wo haben Sie Ihre Berufsqualifikation abgeschlossen؟
فانت طبعا هنا بيقول لك ان يعني بيقول لك انت هنا خلصت اللي هو المهنة بتاعتك فين؟ في الاتحاد الأوروبي، اللي هو أول واحدة إن أينم لاند دير إي أو في الاتحاد الأوروبي، ولا إن أينم أندرين لاند. فإحنا هنعمل إن أينم أندرين لاند، اللي هي في مدينة تانية، في دولة تانية. تمام، فايتا. هنكمل بعد كده. جاب لي هنا البيانات، لو انتم شايفين على اليمين اهوت، بايغيشس لاندس امت في فليجا، وكاتب لك العنوان بتاعه. تمام كده. وبعد كده كاتب لك ايه؟ هنا ادي رقم تليفون للتواصل، بس ده طبعا رقم الماني مش هتعرف تتواصل معي لو انت بره المانيا. وعندك ادي الايميل. لو اتكيت على ايميل زي ما انتم شايفين كده، انا فبيظهر لي على طول الميل اهوت. هكتب البتغاف هنا اللي هو الموضوع، سواء انت مثلا التليفون بتاعك عربي يبقى مكتوب الموضوع، او الماني بالتغاف، او انجليزي هيبقى السبجكت. فانت هتكتب مكانها انركينونجس فيرفاغن، او انركينونج für die Pflege مثلا. تمام. او für die Krankenpflege. مش هتفرق المسمى، وممكن تكتب بكل اختصار هو انركينونج für die Pflege، اللي هو الاعتراف بالايه، اللي هو اجراء المعادله يعني للايه، للناس اللي هم بتوع الفليجة المختصين زي احنا، تمريض او ايه، او حاجات تانية. تمام. بكل بساطه عندك بعد كده هتكتب الايميل نفسه زي ما قلنا، وضحت لكم هتعملوه ازاي. طبعا ما تنساش ان انت في اول الايميل بتلقي تحيه وتكتب sehr geehrte Damen und Herren، وبتعمل كوما وبتبدا ان انت تكمل. sehr geehrte Damen und Herren دي تحيه اللي هي الفورمال، اللي هي الرسمي، عشان تبدأ بيها الخطاب بتاعك. وزي ما قلت لك زيش فراشتلن، وبعد كده الدويتش كنترنسا والاستوديوم والإرفاغونج. وتتكلم عن طبعا تحدد الدويتش كنترنسا بتاعتك، يعني انت مثلا خلصت البي اينز، هبدأ البيت سيفاي، انا خلصت البيت سيفاي بالفعل وحاجز امتحان، وهكذا. يعني فسر بالظبط، بس طبعا ما تكتبلوش في الخطاب ان انت مثلا لسه في بيت سيفاي مثلا، يعني. تمام. لانه هو المفروض ان هو قبل ما بيصدر الخطاب بتاعك، انا هقفل الايميل. قبل ما بيظهر الخطاب بتاعك بيبدأ ان هو ي... يطلب منك، ممكن بعد ما كاتب المعادلة تطلب منك شهادة المعادلة بتاعتك. تمام. ده كان كل حاجة النهاردة بالنسبة ان انت تقدم على مكتب المعادلة. طبعا انت لو مش عايز تقدم في منشن، هتكتب اسم المدينة اللي انت عايزها، هيظهر لك البيانات زي ما انتم شايفين على اليمين. وتقدر بكل بساطة تقدم وتدوس على كلمة ايميل وتكتب الخطاب بتاعك وتكمل. أتمنى تستفادوا إن شاء الله من المحتوى بتاع النهاردة، عشان في ناس كتير سألتني عليه. طبعا لو تقدر تشير الفيديو بحيث إن أكبر عدد يستفيد من الفيديو. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. ولو حد عنده أي استفسار يقدر يكتب لي بالكومنتات إن شاء الله وأرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.